السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. قطعة من الأرض، منطقة من الأرض صغيرة جدا، صغيرة جدا جدا جدا، ولكن هذه القطعة الصغيرة فيها من البلاء والابتلاء والبلاء والبلاء ما الله بها عليم. سبحان الله. أهل تلكم القطعة في اختبار وامتحان لا يعلم به إلا الله، ولكن نقول لهم، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه القطعة من الأرض برغم صغر حجمها ومساحتها إلا أنها فيها من الصبر والثبات والجهاد والرباط ما الله به عليم. إذا دخل العدو في هذه القطعة الصغيرة، إما مفقود أو مأسور أو مقتول أو مصاب، لله درهم، والله لله درهم. سبحان الله. لما قال ابن القيم: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح له أسنان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن ليس ينالك في الألف إلا واحد لا اثنان، إلى آخر الأبيات التي قالها ابن القيم. فعرفنا أن سلعة الرحمن غالية، سلعة الرحمن الجنة غالية ليست ببلاش. فاصبروا يا أهل تلكم الأرض، أرض الرباط والجهاد والمقاومة والثبات والصبر والامتحان والبلاء والبلاء، فاصبروا. اللهم أسأله في هذه الليلة المباركة أن يتقبل شهداءكم ويرحم موتاكم ويشفي مرضاكم ويعافي مبتلاكم وينصركم نصرا مؤزرا. من عرف تلكم القطعة من الأرض الصغيرة في الحجم والسعة، من عرف هذه القطعة من الأرض يكتب في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.